عمرك سمعت عن النتيجة المضللة؟ لو سمعت فده أكبر مثال ليها ممكن تشوفه في حياتك، ولو ما سمعتش يا سيدي فببساطة لو قررت إنك تسيب ماتش الهلال وتتفرج على الأهلي وهو زانق الاتحاد في قلب جدة، وقررت ترجع تشوف نتيجة ماتش الهلال والنجمة، أول تصور هيجي في بالك إن إحنا أدينا ماتش عالمي 4-0، ولكن شتان بين الأداء والنتيجة اللي خرجنا بيها. النهاردة هلالنا بيلاعب النجمة، فريق اجتمعت فيه كل صفات البؤس الممكنة، مهددين بالهبوط وإداريينهم بيدعموا النصر ضدهم، وفي قلب المباراة مطرود منهم لاعب من الدقيقة 38، شوط كامل لحد الدقيقة 80 مش عارف تسجل هدف. يا اخوان خلينا نكون منطقيين، ولكن انزاجي فعلا ما بيعرفش يتعامل مع المباريات السهلة واللي محتاجة ضغط وهجوم. انا والله مش بعاتب، الف مبروك لهلالنا، ويا رب كل يوم نكسب ونكسب كل البطولات الممكنة في الموسم من غير اداء يا سيدي، لكن انا عارف ان انا هوصل في ماتش فيصلي ومهم وبالشكل والاداء ده هقع. وفي النهاية ألف مبروك. بنفكر نعمل فقرة تقييم لكل لاعب بعد كل مباراة، فلو عجباكوا الفكرة ننفذها وبس كده.